السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم لينا. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، دائما مع الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية. اليوم حضرت معكم أصابع الأرز بالدجاج. هادم كانوا يعني داروا طوندونس هاد رمضان، وما كانش اللي ما جربهمش، لكن أنا يعني حضرتهم بطريقتي الخاصة. ما درتهمش يعني بالمرق الزيتون أو الجلبانة. في حقيقة جاوني بزاف ثقال، لكن بعد ما حضرتهم بالصلصة هذه يعني جات بزاف هايلة وخفيفة، تقدري تجوزيها مع الشوربة. تبعوا معايا الطريقة والوصفة. عندي هنايا كاس روز كنت غليته يعني حتى يتعجن بهذه الطريقة. هاوليك عفوا. طيبته يعني مليح. راح نرحيه في لاشواغ. هكذا نرحيه حتى نتحصل على تقريبا تكون على شكل عجينة. عندي هنايا كمية تاع معدنوس، رايحة نضيف لها صدر دجاج كنت رحيته أيضا، ونحط الخليط نتاعي بعد ما رحيته تاع الرز. هكذا بعدها رايحة نكمل الإضافات الأخرين. شوفوا يعني اصلا راهو مازالوا يتلاصق كما نعرفوا، الروز يعني يشد روحه شويه. الان رايحه نضيف له حبه بيض هكذا باش ما يتفتحناش في المقله. عندي ملعقه صغيره تاع الملح. اصلا الروز كنت طيبته في الملح، ما لازمش نملحوه بزاف. عندي بالنسبه للتوابل عندي فلفل اسود، عندي كمون والكركم. رايحه نخلط الكل مع بعض حتى ينسجموا لي كامل الخليط او المقادير مع بعض. هنايا رايحه نضيف 2 ملاعق كبار تاع لاشابلوغ، هاي الخبز يابس ومرحي. هكذا باش يزيد يتماسك لي. نتوما ملاحظه فقط يعني الارز بعد ما يطيب خلوه يزيد يقطر مليح من الماء تاعو، لازم يشرب كامل هذاك الماء باش ما تضطريش تزيدي في كل مره لاشابلوغ. هنايا رايحه نرمدهم في حبه بيض وكذلك لاشابلوغ. هل نشكل على شكل أصابع هكذا ونحطهم نرمدهم في لاشابلوغ بهذا الشكل. قبل هذا لازم نكون سخنت الزيت. نسخنوا الزيت لازم كما قلت لازم تكون سخونة هكذا باش ما يلصقوش، وما نقلبوهمش حتى نشوفوهم يعني بداو يحمرونا من التحت، لانه لو كان تقلبيهم هما بيضاء اكيد راح تفتح لك في المقله. يعني هذا سر نجاح الاصابع هذو. كما قلت حتى يحمروا لي من تحت، ونزيد نقلبهم. وبهذا الشكل نكون حضرت معكم الطبق تاع اليوم. انا كنت رافقته يعني كانت عندي شويه تاع لاصوص صوص الجيريان، زدت لها شويه لا مايونيز ورافقتها بها. كما قلت انا كنت حضرتهم من قبل، رافقتهم يعني مع طاجين زيتون، لكن جاهم بزاف ثقيل ما قدروش ياكلوه، لكن هكذا خفاف عجبوهم. اتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، ونقولكم صحة فطوركم والى اللقاء مع وصفات اخرى.